بيحاول يعمله عقلنا علشان يحمينا من مشاعر الألم اللي ممكن تحصل، إنه ينكر إن الفقد ده حصل أصلا. بس العقل هينكر إزاي إن الفقد ده حصل وأنا شخص كبير واعي وعاقل وعارف إن إحنا سيبنا بعض؟ معظمنا اتفرج على فيديوز لمراحل الفقد أو الانفصال، وأول مرحلة كانت بتبقى الدينايل. واللي أنا شفته في الفيديوز الناس كانت بتتكلم عن الدينايل إن إحنا بنقول إن ده ما حصلش، لا إحنا ما سيبناش بعض أو العلاقة دي ما انتهتش، وده شكل صريح جدا للإنكار مش هو اللي بيحصل في معظم الأحيان. ففي الفيديو ده هتكلم بشكل واقعي أكتر عن إزاي الدينايل ده بيحصل واحنا مش واخدين بالنا. في الاول خلونا نعرف هو ايه الدينايل او الانكار وليه اصلا بيحصل. الدينايل او الانكار هي وسيله دفاع نفسي من عقلنا بيستخدمها علشان يحمينا. احنا لما بننفصل عن شخص طبيعي كأي إنسان، لو أنت بتحب الشخص ده وانفصلت عنه أو سبته أو هو سابك، فبتحس بحزن شديد جدا عشان الفقد اللي حصل. فاللي بيحاول يعمله عقلنا علشان يحمينا من مشاعر الألم اللي ممكن تحصل إنه ينكر إن الفقد ده حصل أصلا. بس العقل هينكر إزاي إن الفقد ده حصل وأنا شخص كبير واعي وعاقل وعارف إن إحنا سيبنا بعض؟ عقلنا ابن الذين بيعمل ده بشكل ساطل جدا مش باين، وهو إن أنت بتبدأ تفتكر الحاجات اللي حصلت معاك في الريليشن شيب دي، وبعد كده بتتخيل إن أنت بتعاتب الشخص ده، بتتخانق معاه، بترجعوا لبعض وبتتخانقوا تاني. واللي انت مش واخد بالك منه ان اللي بيعمله عقلك هنا هو بيديلك false sense of connection او احساس زائف ان انتوا لسه موجودين. طب ما انا عارف ان احنا سيبنا بعض، بس هنا اللي بيحصل ايه؟ ما انا بتخانق مع الشخص ده، ما انا بعاتب الشخص ده، ما انا برجع للشخص ده، ما انا بتكلم مع الشخص ده، فانا حاسس ان الشخص ده هو لسه موجود حتى وانا عارف خارجيا ان هو ما بقاش موجود. ودي الجمله اللي انتوا بتسمعوها كتير بتاعت ان عقلنا ما بيعرفش يفرق بين الخيال وبين الحقيقه. فانا لما بتخيل شيء معين عقلي بيبدا يسيميوليت ويحاكي الحاله الشعوريه اللي موجوده في الموقف اللي انا بتخيله ده. عشان كده بعض الاحيان ممكن تبقى قاعد مكانك وتتخيل موقف معين بتحس ان ضربات قلبك زادت وحسيت بالانكزايتي. فلما انت تتخيل ان انت بتعاتب الشخص ده تتكلم معاه، عقلك بيسيميوليت الحاله الشعوريه اللي كانت موجوده وانتوا موجودين سوا. علشان كده في ناس مش بتستوعب البريك اب او الانفصال غير بعد 6 شهور وسنه ويمكن اكتر. ليه؟ علشان هم فتره الدينايل هم مش واعيين ان ده دينايل، فاحنا مطولين حبه في الدينايل وبنحس الحاله الشعوريه اللي كانت موجوده وبنسكن نفسنا لحد يوم من الايام بنستوعب انه ايه ده، هو كل ده حصل. فكرني بالميم بتاع الاكس اللي بتسيبوا بعض 5 سنين وبعد 5 سنين يرجع يسألك هو احنا كده خلاص يعني؟ فوق يا محمد، خلاص ايه دي عندها منها 3 ابتدائي. طيب عشان الناس اللي بتسأل ايه الحل بقى، يعني بحس الناس دي بتكتب ايه الحل بقى من قبل ما يشوفوا الفيديو. if you see it don't do it. لو انت شايف ان انت بتعمل ده وده دينايل ما تعملوش. ايوه هي مفيش حل تاني، هو ده دينايل، احنا هنعمله، هنسكن المشاعر وهنفوق بعدين. فالحل اننا ما نعملوش. خليك شجاع وتألم، لان انت كده كده هتحس بالألم مبدئيا. يعني فقت دلوقتي، فقت بعد 3 شهور 6 شهور سنة، هتحس بالألم. فاللي انت محتاج تعمله ان انت انزل على أرض الواقع كده واعترف انه الشخص ده ما بقاش موجود في حياتي تاني. فالتخيلات ان انا بعاتبه وان انا بتخانق معاه وان انا بعمل ده نوع من انواع الدينايل او الانكار اللي عقلي بيعمله، وده بيوقفني مكاني بدل ما بيخليني اتحرك. فاللي انا محتاج اعمله ان انا مش هعمل الدينايل، وان انا مش هعمل الدينايل وافكر نفسي وابقى موجود في اللحظه اللي انا فيها. ده هيبقى مؤلم جدا، فعلا هيبقى مؤلم، بس محتاج تبقى شجاع وتتألم علشان تعدي الفتره.